ولا تنسى إذا دخل رمضان وهل هلاله أن تدعو بالدعوة المشروعة لك في كل شهر: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. لا تنسى هذه الدعوة، فإنها تشرع للمسلم أو يشرع للمسلم أن يقولها كلما رأى الهلال من أول كل شهر، يدعو بهذا الدعاء. فاحرص عليها في كل شهر، وفي رمضان خاصة تدعو الله عز وجل أن يهل عليك هذا الشهر العظيم والموسم الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ويستفاد من هذه الدعوة سواء في رمضان أو غيره أن الشهور مستودع الأعمال، فالشهر يهل هلاله ثم يمضي ويأتي آخر يهل هلاله، وهي مستودع للأعمال. ولهذا قال: أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فالشهور إنما أوجدها الله عز وجل للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، فاغنمها في ذلك وجاهد نفسك على تحقيق ذلك. ولهذا إذا دعوت في أول كل شهر بهذه الدعوة أتبع الدعاء بالعمل، وجاهد النفس على تحقيق الإيمان والعمل بالإسلام وطاعة الله سبحانه وتعالى.